لو خايف تاكل فراخ بيضة أو فراخ بلدي أو أي نوع من أنواع الطيور اللي بتتباع في المحلات، وعايز بديل آمن أو مصدر كويس تجيب منه فراخ، أو حتى عايز تربي بديل كويس للطيور دي كلها في بيتك وتشرف على تربيته بنفسك، وكمان تقدر تأكله أكل البيت أو ذرة صفراء أو قمح أو ردة، وما يكونش بيعتمد على الأعلاف الجاهزة في التربية، فأنا دلوقتي جبتلك البديل الأفضل والآمن: سلالة السوسكس. فراخ السوسكس اللي موجودة قدامك في الفيديو زي ما انت شايف كده، ما شاء الله الله أكبر، وزن الديك بيوصل ل4 كيلو، والفرخة اللي قدامك بتوصل 2 كيلو ونص. وكمان مش بس كده، ده الفرخة ما شاء الله في الإنتاج بتديك متوسط 250 بيضة في السنة. والأفضل بقى والحاجة المميزة إن الفراخ دي بتعيش في ظروف بيئة طبيعية جدا، تقدر تربيها على السطح وكمان تأكلها أكل البيت عندك بدون أي مشكلة. وأهم ميزة كمان إن الفراخ دي تقدر تاخد منها أنت أجيال بنفسك لسنين طويلة قدام، يعني تقدر تاخد البيض اللي بيطلع من عندك وتنتج نفس النوع كده، تبقى أنت بتربي طيورك في البيت وتأكلها الأكل اللي أنت عايز تأكله لها، وتعمل اكتفاء ذاتي لنفسك من اللحوم ومن إنتاج البيض. الفراخ دي أصلا سلالة إنجليزية، وتعتبر هناك الوجبة المفضلة أو النوع المفضل عندهم هناك، مش الفراخ البيضة بس. احنا قدرنا نوفرها لكم هنا في مصر، وبإذن الله الفترة الجاية دي هتبقى متوفرة في كل البيوت المصرية. تعالوا معايا بقى أعرفكم وأديكم فكرة عن مميزات الفراخ دي. رقم واحد: لو انت مثلا عندك 5 أو 10 فرخات وديك من النوع ده، تقدر تنتج نفس النوع تاني عندك في بيتك من غير ما تحتاج انك ترجع تشتريه تاني، يعني هتعمل اكتفاء ذاتي لنفسك. طيب الميزة اللي بعد كده: الفراخ دي نموها مش سريع زي الفراخ البيضة اللي بتتربى في المزارع، وكمان نموها مش بطيء زي الفراخ البلد اللي بتتربى عندنا وما بتشيلش وزن. هي واخدة حل وسط، يعني على 100 يوم تلاقي وزن الديك وصل 2 كيلو ونص 3 كيلو، والفرخة بقت 2 كيلو. نيجي بقى لإنتاج البيض. الفرخة دي ما شاء الله عليها في إنتاج البيض بتدي متوسط 250 بيضة في السنة، مش زي الفراخ البلد اللي عندنا اللي بتدي متوسط 180 بيضة، ولا زي فراخ المزارع اللي مهجنة لغرض إنتاج البيض وبتدي 300 بيضة في السنة. الميزة كمان اللي متوفرة مع الفراخ دي إن الفراخ دي بتاكل أكل البيت، وبتاكل ذرة صفراء وقمح وأي نوع من أنواع الحبوب الفراخ دي بتاكلها، مش شرط انها تاكل علف بياض. في ميزة كمان لازم تاخد بالك منها، وهي مناعة الفراخ الطبيعية الأمية. ما شاء الله مناعة الفراخ الطبيعية عالية جدا، بتقاوم الأمراض والفيروسات، يعني مش هتضطر انك تنزل لهم أدوية عمال على بطال ولا مضادات حيوية. حتى لو مش هتقدر تحصن الفراخ دي من الإصابات الفيروسية، فهي ما شاء الله عليها تقدر تعيش معاك. لو وصلت معانا لحد هنا ومكمل الفيديو، فياريت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك ويستفيد، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. متخصص في الانتاج الداجيني، وهدفنا ان احنا نوعي الناس ونعرفهم ازاي يربوا طيور بنفسهم في البيت عشان يعملوا اكتفاء ذاتي من مصدر دواجن يكون آمن. نيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو، ولو انت عايز تعمل الفراخ دي كمشروع مش اكتفاء ذاتي بس، فازاي تقدر تستفيد من نوع الفراخ دي اقصى استفادة. رقم واحد: الفراخ دي لسه ما انتشرتش في مصر بشكل قوي، ويعتبر موجودة عندنا احنا فقط، فالناس اللي هتاخد مننا تقدر تنتج كتاكيت من النوع ده وتسوقه، وهيبقى تسويقه سهل لانه هو مش متوفر غير عندنا احنا بس. تاني فكرة ممكن تعملها لمشروعك: انك تكبر الفراخ دي وتبيعها مثلا عمر شهر او عمر شهرين. الفكرة التالتة انك ممكن تبيع من الفراخ دي على الذبح مباشرة، يعني عمر 100 يوم متوسط 2 كيلو ونص. الفكرة التالتة وهي انك ممكن تعمل مشروع فراخ بياض لإنتاج البيض البلدي. في ميزة كمان نسيت أقولك عليها، وإن حجم البيض بتاع الفراخ دي بيوصل ل65 جرام. متخيل فرخة بلدي بتجيب بيضة وزنها 65 جرام، غير الفراخ البلدي اللي عندنا الوزن البيضة ما بيعديش 50 جرام أو 55 جرام بحد أقصى. ليكوا دايما فاكرين إن احنا هدفنا الارتقاء بتربية الدواجن، وإن احنا نعلم الناس في بيوتها إنها تربي طيور بشكل صحيح وشكل آمن، وبدل ما نمنع أكل الطيور نهائي ناكل طيور كويسة احنا مربينها على ايدينا. وكمان برضو لو انت ما عندكش مكان تربي فيه، هنساعدك انك توفر مكان في اقل مساحة عندك عشان تقدر تعمل اكتفاء ذاتي لنفسك
من جميع أنواع الطيور وتعتمد على التربية المنزلية وتربي طيور في بيتك تاكلها وانت مطمن. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لغيركم ويستفيد، وأي حد عنده استفسار يسيبه في التعليقات وإن شاء الله هنرد على كل الأسئلة. دمتم بخير وإنتاج وفير وسلامتكم.